يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل ان شاء الله مع بعض احلى واطعم واسهل بسكوت زي الفل من العسل الاسود. بجد طعمه خطير جدا، حاجة كده جميلة قوي وهتعجبكم جدا، وشكله زي الكوكيز بالظبط. اتمنى تجربوا الوصفة، وكمان اقتصادي وبطريقة بسيطة جدا. اتمنى منكم تشتركوا القناة ولايك للفيديو. يلا نسمي ونصلي على الحبيب المصطفى. معايا كوباية من العسل الاسود، ونص كوباية من الزبدة او السمنة، وبيضة، ومعايا نص معلقة من البيكنج باودر، و3 كوبايات من الدقيق، ورشة من الملح، وممكن نزود في الدقيق. ومعايا شوكولات شيبس للتزيين. جبت بولة حطيت فيها كوباية من العسل الاسود، وعليها البيضة والفانيليا، وكله يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونوش خارجين من التلاجة. وهخلطهم مع بعض لحد ما البيضة تدوب مع العسل خالص. وهزود نص كوباية الزبدة او السمنة، وطبعا لازم تكوني مسيحاها، واوعي تكون سخنة، لازم تكون باردة جدا. وهنقلبهم كويس لحد ما تختفي وما يكونش ليها اي اثر. هبدأ اضيف الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح، تمام، بالمعلقة السيليكون، وهبدأ اقلب بالشكل ده. طبعا انا بنزل بشوية شوية من الدقيق. هبدأ ازود الكمية الباقية، تمام. وهبدأ ألم العجينة بإيديا. عجينة البسكوت بتتلم مش بتتعجن، يعني تلمي فيها لحد ما الدقيق يختفي، عشان لو عجنتي فيها هتشد معاكي عرق. العجينة طبعا لسه طرية معايا. بدأت أزود حبة دقيق كده، حوالي معلقة كبيرة. اتلمت كويس جدا معايا. طبعا بتكون طرية بس مش ملزقة. طبعا اختبريها بالإيد النضيفة، عشان لو اختبرتيها بإيدك اللي بتعجني بيها هتفضل ملزقة معاكي. هبدأ بقى أشكلها بالشكل ده، تمام. وهحط لها الشوكليت شيبس، او احط لها فورماسيل، اي حاجه تحبيها. وهرصه بقى في الصاج بتاعي بالشكل ده. طبعا سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه. بنكورها كده الاول، وبعدين بنبدا نبططها، بس ما تخليش السمك بتاعها يكون رفيع علشان ما تنشفش منك. سهله جدا ولذيذه قوي، وطعمها كمان خطير. ده الشكل بتاعها. اول ما خلصتها هدخلها الفرن بقى على درجة حرارة 180. كده بقى بعد ما خرجت من الفرن مع كوباية شاي بقى، واخر جمال ما شاء الله، ريحتها وطعمها في منتهى الجمال بجد. احلى بسكوت عملناه من العسل الاسود. واولادك لو مش بيحبوا العسل الاسود ممكن تدخليه في بسكوتات بالشكل ده، هيعشقوه على طول بجد، وكل مكوناته متوفرة في البيت. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى في اللايك، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان اي وصفة جديدة انا بنزلها توصل لكم على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.